المنتخب المغربي يتوج رسميا بكأس أفريقيا للمحليين بعد فوزه في النهائي على منتخب مدغشقر بنتيجة 3-2. وفي الدوري الإنجليزي فاز نادي تشيلسي على نادي فولهام بنتيجة 2-0. مانشستر يونايتد يحقق فوزه الأول في الدوري بعد تغلبه على نادي بيرنلي بنتيجة 2-3. نادي توتنهام يخسر أمام بورنموث بنتيجة 1-0، وهي أول خسارة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. ريال مدريد يحقق فوزا محتشما على نادي مايوركا حيث تغلب عليه بنتيجة 2-1 من توقيع كل من أردا جولر وفينيسيوس جونيور. نادي إيفرتون يفوز على ويلفرهامبتون بنتيجة 3-2 في مباراة قوية جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي الدوري الإسباني تعادل نادي أتلتيكو مدريد مع نادي ألافيس بنتيجة 1-1